تتخيل ان انت مسؤول عن فرحة ابوك وامك، عن كل ليلة بيسهروا بالليل حلمهم ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. قسما بالله لو جبت اب او ام على سرير وربنا سبحانه وتعالى خلاص هيقبض روحه وسألته نفسك في ايه، هيقول لي نفسي اشوف ابني فرحان، نفسي يجيب نتيجة حلوة، نفسي بنت ربنا يكرمها، نفسي كذا. البني ادم المسؤول بيعمل كل حاجة، بيطلع من هنا يجري على الدرس التاني عشان اهله اللي في رقبته. البني ادم المسؤول ما بيقعدش يضيع وقت، المسؤول ما بينامش عشان ابويا وامي. زي ما ابوك وامك ما بيناموش وهم شغالين شغلانه واثنين وثلاثه واربعه، انت ما تنامش، تبقى على يقين انهم خلفوا راجل، بنت ب100 راجل، ولد ب1,000,000,000 راجل. البني ادم المسؤول الحب مش بالكلام، لو انت بتحبهم بالافعال، الحب مش بالكلام، تموت نفسك وتبقى على يقين انك هتقدر تحقق احلامهم. انت هتعدي الفترة دي غصب عن الكل وهتفاجئهم ببني ادم تاني خالص، هتكسر كل توقعاتهم وكل طموحاتهم لما قالوا ان اللي زيك هيفضل طول عمره واقع، هتخسرهم كل رهاناتهم لما راهنوا عليك وقالوا هتفضل طول عمرك فاشل، هتعرفهم ان اللي زيك مش مكانه القاع، وان اللي زيك عمره ما بيستسلم، وهتعرفهم فعلا ان دي مجرد ازمة وهتعدي، وان اللي زيك الوقعة بتعلمه، وان الخبطة بتقويه، وان اللي زيك عمره ما هينهار. هتقوم على رجلك وهتفوق غصب عن الكل، وهتثبت لهم فعلا ان اللي زيك عمره ما بيقع. هنا صدق حلمي وبدأ. إما أن تتغير أو سيتكرر نفس اليوم إلى الأبد. يا أخي قدراتك غير محدودة. سأصير يوما ما أريد. أقسم بالله قدرات أي إنسان غير محدودة. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد. ما دامك تتنفس تقدر تصنع المستحيل. سأصير يوما ما أريد. بس قسما بالله هتندم على كل يوم بيضيع عليك وانت ما بدأتش في الحاجة اللي انت عايز تبدأ فيها. يعني بجد عايزك تديني سبب مقنع ان انت مأجل الحاجة اللي انت عايز تبدأ فيها. ما تبدأ يا عم، اشتغل واعمل اللي عليك، ابدأ وسيب النتائج على ربنا، والله ربنا مش هيضيع تعبك. نشد حيلنا كده يا شباب، نذاكر ونبذل أقصى ما عندنا كالعادة. اوعى تنسى إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. أدام غامرت في شرف ابذل أقصى ما عندك لتحقيق هذا الشرف والعزة، العزة لنفسك ولأهلك ولمجتمعك ولدينك. كن دايما زي ما احنا بنقول شامة في الناس رمزا ملهما، بتجتهد بتبذل أقصى ما عندك. اوعى تتكاسل، هنفضل وراك كده ونزلنا على دماغك. كثرة النصح، احنا بننصحك كتير وبنقول لك اجتهد واعمل شغلك وما تقلقش يا بطل، احنا معاك وفي ظهرك دايما بود وبحب. اجتهدوا يا جماعة، ابذلوا اقصى ما عندكم زي ما قلنا، وباذن الله ان شاء الله ربنا هيوفقكم كل خير. لا تسقط هنا في منتصف الطريق، لا تسقط، لا تتوقف في منتصف الرحلة، هم يستندون إليك. كيف مثلك لا يسقط في مثل هذا التوقيت أبدا. مش عايزينك تنجح، مش عايزينك تبقى نسخة عظيمة، مش عايزينك تبقى نسخة مرعبة، لأن نجاحك هيهددهم، نجاحك هينسف وجودهم في الدنيا كلها. وأبقى ما يعرفوا إنك نجاح مش عشان تبين لهم إن أنت عظيم، أنت نجاح لأن أنت غصب عن أي بني آدم في حياتك تبقى عظيم. من النهاردة أبدأ. إحنا غلطنا نحاول تاني، وقعنا نقوم. الدنيا النهاردة مش ماشية، بكرة هتسلك. جربنا النهاردة ما نفعتش، هنجرب بكرة هتنفع. ما نفعتش بكره هنجرب بعد بكره، ما نفعتش بعد بكره هنجرب بعد بكره. هنقعد نعيط؟ هنسيب اللي ورانا وقدامنا ونقعد نعيط؟ خلاص غلطنا، وقعنا في حاجه غلط، ارتكبنا خطأ ما كانش المفروض ان احنا نقع فيه. نقعد بقى نحاسب نفسنا العمر كله، نقعد بقى العمر كله عمالين نقطم في نفسيتنا، وقبل ما ننام عمالين نفكر اللي هو وصل لو ما كنتش عملت ولو ما كنتش سويت ولو ما كنتش عملت. هنقعد كده، هنقعد نقطم في نفسنا لحد امتى؟ هنقعد نكسر في مقاديف نفسنا لحد امتى؟ I will not go down that way. I choose to fight back. I choose to rise, not fall. And I know that what's within me is also within you. ابدأ، تعرفش الخير فين، بس ابدأ، وما تسمحش لطاقة الإحباط اللي عمالة تتسرسب حواليك إن هي تاكل فيك، عشان هي كلت فيك بما فيه الكفاية ودمرتك بما فيه الكفاية.
يا أخي أنت تقدر، أنت تستطيع. لازم تحط هذه الفكرة في بالك. أنت تقدر، أنت قوي، وفي جواك قوة كامنة تحتاج منك بس أنت اللي تحركها فقط. يا رجل ما في فرق بينك وبين الشخص اللي أنت لجأت له عشان يحل لك هذه المشكلة. ما في فرق بينك وبينه، بل بالعكس يمكن تكون أفضل منه. أيقظ قواك الخفية. والله في كتاب اسمه أيقظ قواك الخفية، قرأه يوم من الأيام إن شاء الله. اللي بيحاول حتى لو بيفشل اعظم بكتير من اللي استسلم. فجو بقى اصل انا نفسيتي، اصل انا الشيطان بيقول لي، اصل انا بزعل، اصل انا بحبط، اصل انا بتقمص، اصل انا بتضايق، اصل انا مش يا جماعه ما فيش حل غير ان احنا نكمل. قول لنفسك كده خلاص انا هكمل، انا هعمل، انا ما عنديش حل غير ان انا اكمل. اقعد اشتكي ربنا وعيط على نفسك وازعل وفكر في حلول، وحاول تقعد مع حد وحاول تشتكي لحد وحاول ان انت تجرب تاني وحاول ان انت تعيد تاني. كل ده انا على عيني وراسي، انا فاهم مشكله عدم النجاح ايه، بس المشكله الاكبر هي عدم المحاوله اصلا وعدم الاستمراريه في البحث عن الحل الحق. استقيم ازاي؟ اتغير ازاي؟ اعملها ازاي؟ اوصل ازاي؟ اوصل لك ازاي يا رب؟ اتوب ازاي؟ طب وبعدين؟ وافضل افكر تاني بصوا وازعل شويه وبعد كده اقوم شويه، بعد كده اجرب شويه، بعد كده انجح حته، بعد كده تفتح تاني، بعد كده ازعل شويه، بعد كده هتقول لي ما انا ما بتحرك. لا انت بتحاول. ما تحاولش تقول لي ان انت كده زيها زي بالظبط. لو والله بص انا يا الطريق ده كنت جربت فيه زمان بس خلاص انا رجعت، انا مع النار دلوقتي وبولع فيها خلاص بقى سقعت ونفضت وريحت الماء. انت كده هالك، اوعى. وده المعنى الاساسي اللي تتعلمه من سيدنا سلمان. إذا تتعب ترى بعدين تلعب. الآن تبي توسع صدرك تلعب ترى بعدين تتعب. هذه المرة لا تغمض عينيك بل افتح عينيك، سترى ما يسرك، سترى العادة التي لا تتغير والحضور الذي لا يغيب والمشهد الذي يتكرر، سترى الانتماء الذي لا يحزن محبيه، سترى السعادة. Slow progress is still progress. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl. But whatever you do, keep moving. كلنا بنسعى، كلنا بنحاول، وكل واحد فينا بيجري في التراك بتاعه على امل ان هو يوصل لهدفه في يوم من الايام. هيصيبك اليأس، ممكن يصيبك الاحباط، ممكن تحس في وقت ان انت عمرك ما هتتحرك من المكان اللي انت فيه. كل دي احاسيس مزيفة. الشخص الوحيد اللي متأكدين 100% ان هو مش هيوصل لأي حاجة هو الشخص اللي ما بيحاولش يعمل حاجة. اما الشخص اللي بيحاول حتى وان كانت فرصه ضئيلة فلا زالت فرصه موجودة. ان تكون فرصتك ضئيلة خير من ان تكون فرصتك معدومة. أول ما تصحى من النوم ردد هذه الجمل الأربع اللي راح تغير يومك بشكل عجيب جدا. ردد: يا رب توكلت عليك. 2: يا رب احتسبت هذا اليوم لوجهك الكريم فيسر لي فيه وبارك لي فيه. 3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والأخير: اللهم إني استودعتك ديني ونفسي وأهلي. ترددها وراح تشوف شيء عجيب في حياتك بإذن الله. بالله عليك أبغاك تقنعني الآن وتقنعيني الآن كيف تبغون توصلون لأهدافكم، تبغون توصلون لأحلامكم وأنتم يوم واحد ملتزمين و10 أيام منقطعين عن الدراسة. يوم واحد تذاكر بكل جهد واجتهاد، 10 أيام منقطع. كيف تبغى توصل لأهدافك وأحلامك وأنت أسير أصحابك منتظر هم يبدون علشان تبدأ، وأنت منتظرة صحباتك يبدون علشان تبدين؟ إذا كان هذا حالك وهذه حالتك هذا ما يعتبر علم، لأنه العلم عزيز، ومثل ما قيل: العلم إذا أعطيته كلك، كل وقتك أعطيته للعلم أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ما زهقتش؟ كل مرة بتقول هتتغير ولكن مفيش تغيير. عارف ليه؟ علشان انت في دايرة مقفولة مستحيل تطلع منها إلا لو قررت إنك توقف كل حاجة مضيعة وقتك وتبدأ فعلا في التغيير. علشان لو ما بدأتش هتفضل زيه، هاتوا اللي بعده.